السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بارك لنا في شعباء وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش بعض التجار بيرفعوا الأسعار في أيام في بداية حق رمضان؟ احنا ما نخص التجار، احنا نخص الشركات العملاقة أو هوامير السوق، هم سبب الارتفاعات وهم سبب يعني كل زيادة أو نقص في الأسعار. فعندما تكون الشركة تحتكر المنتج أو منتجات الموسم وتقوم بيعها لتاجر أو اثنين في السوق كامل، فيحتكرها ويبيع بالسعر اللي يشتيه. لكن عندما الشركة نفسها تغطي التجار كامل والسوبرات والبقالات، يعني يتم توزيع المنتج يصل إلى أيادي المستهلك بسعر يعني مناسب. بس هو رمضان هو الخير والبركة والرزق. مشهور رمضان بعض التجار يرفعوا الأسعار كأنه رمضان رفع الأسعار. مشهور رمضان الخير والبركة والرزق ورزق يعني رمضان الطاعات. أكيد في بعضهم استغلاليين صح، يعني تشع وطمع. نعم أكيد. بس أنا يعني وضحت لك في البداية من هو السبب الرئيسي في الارتفاع ومن هو يعني الراكز محور الارتفاع. شكرا لك يا أستاذ. العفو.